ايه الادفانتج اللي هتعود على الستيك هولدرز بتوع العمليه او التنفيذ في القطاع العقاري كله؟ عندنا في بروكر، وعندنا انفستور، وعندنا ديفلوبر، وعندنا اند يوزر. فاحنا ناخد واحد واحد كده، هنلاقي ان البروكر بالنسبه لنا من الحاجات اللي بتفيده جدا في البروبتك والبلاتفورمز الخاصه بالتكنولوجي للبروكرز او شركات الوساطه العقاريه. اول حاجه طبعا الجزء بتاع الماركتنج، بيجي لكم تليفونات عقارات كتير صح؟ يقدر يشتغل ينظم العمليه ديت في تنظيم الداتا اللي بتجيله ويشتغل عليها ازاي. يقدر يشتغل على الداتا دي بطريقه الاي بي ام او الاكونت بيز ماركتنج. لما يجيب بلاتفورم خاص بالسي ار ام او المانجنج للداتا بتاعته عشان يشتغل على العملاء بشكل في كونكريت دايركتنج تارجتنج ودايركت كونتاكت معاهم بشكل مباشر. انا هجيب الداتابيز، اجيب اي سوليوشن او تول بروبتك لا مرتبطه بالاي اي، اربط الناس بتوع الدكاتره على جنب، والناس اللي من اسكندريه على جنب، والناس اللي من المنصوره على جنب، والناس اللي من القاهره على جنب، والمهندسين على جنب. بعد كده هبدا اديهم تارجت مسجز عن طريق الايميل وعن طريق الواتساب وعن طريق الاس ام اسز بنفس الرسائل اللي يقدروا يفهموها ويستوعبوها، اللي بيتكلموا عن المشروعات اللي تناسبهم هم. بعد كده يقدر يعمل ايميل اوتوميشن للمسجز اللي بترد على العميل، ويتراك العميل ده فتح المسج ولا لا، حطها في التراش ولا لا، طبعها ولا لا، عنده استفسار عنها، وقف على الايميل ده فتره قد ايه، فيقدر يشوف هو انترستد ولا لا، وبعد كده يبدا يتواصل معاه بشكل مباشر عشان يقدر يبيع له. كل ده تطوير في علاقه البروكر بالعميل بالمشروع اللي هو بيبيعه. دي كلها تولز هتساعده. كمان الحته بتاعت الكونتراكتنج والبوكينج وما شابه، والافشنسي في التكلفه بتاعه الشغل بتاعه بشكل كبير جدا.